الحمد لله رب العالمين القائل أنا الكريم ومن قبلي كريم، وأنا الرحيم ومن قبلي رحيم. من الذي سألني وما أعطيته؟ من الذي استرحمني وما رحمته؟ من الذي وقف على بابي وطردته؟ أنا الذي أغفر الذنوب، وأنا الذي أستر العيوب، وأنا علام الغيوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يرزق ولا يرزق، يميت ولا يموت، يجير ولا يجار عليه. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. تالله يا ربنا أنت بيدك ملكوت كل شيء وأنت تجير ولا يجار عليك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. دنياي غرتني وعفوك عزني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. أيا من كلما نودي أجاب، ويا من بجلاله يغشى السحاب، ويا من رد يوسف إلى أبيه بعد أن طال الغياب، وكلم في الدجى موسى بلطف حديثا ثم ألهمه الخطاب. ويا من خص أحمد واصطفاه وحرر من شفاعته الرقاب، دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد ملهوفا دعاك. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد بن عبد الله خير من ربط بين السماء والأرض، ختم الله به رسله وأتم به شريعته، ودعانا إلى التأسي به في أقواله وأفعاله حتى يواكب ملك هذه الأرض ملكوت السماوات. فالصلاة والسلام على خير البريات، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، حديثنا اليوم عن رمضان، شهر الإرادة والكرم. شهر الإرادة والكرم. شوف ربنا يقول إيه فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويجي في آية تانية يقول لك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام هنا توسط عملين عظيمين: الإيمان والتقوى. وكانت العلة من الصيام
تقوى الله عز وجل. نعم، إنه شهر الجود والإحسان. نعم، ها هو رمضان بين أيديكم، وها هو رب العباد قد أجزل الثواب فيه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وسيدنا النبي يقول لك إيه؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وفي رواية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب اللي اتغفر له ما تقدم من ذنبه هيقف بين يدي الله بلا ذنوب، ما عندوش ذنوب. رمضان أيام قلائل، اقتنص، لأنه إذا جاء رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا بشهر العتق والمغفرة. بين إيديك، بين إيديك. من صام رمضان ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وشوف العطايا اللي اداها ربنا للأمة. شوف سيدنا النبي يقول ايه بعد ما تصلوا عليه: أعطيت أمتي 5 في رمضان لم يعطهن نبي قبلي. الأولى: إذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله إليهم، نظر الله إلى عباده، نظر الله إلى الصالحين من عباده، نظر الله إلى الصائمين من عباده، ومن نظر الله إليه لا يعذبه أبدا. اللهم انظر إلينا نظرة رحمة يا رب العالمين. الثانية: أن رائحة أفواههم عند الله أطيب من ريح المسك. الثالثة: أن الملائكة تستغفر لهم كل يوم وليلة. الرابعة: أن الله تبارك وتعالى يأمر جنته فيقول لها: تزيني لعبادي الصائمين، أوشكوا أن يستريحوا من عناء الدنيا إلى دار كرامتي. الخامسة: إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله لهم جميعا. نعم، حتى العمرة في رمضان تعدل حجة. وهذا الكلام ذكر في صحيح البخاري حينما قال صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحجي معنا هذا العام؟ فقالت: يا رسول الله لنا ناضحان. الناضح اللي هي الإبل، الناقة يعني، أو البعير. أخذ زوجي وابنه ناضح يحجون عليه، ولنا ناضح نقضي عليه مصالحنا. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فاذهبي إلى العمرة فإنها تعدل حجة. وهذا الكلام موجود فين؟ في الصحيح. شوف ربنا زاد الأجر إزاي. حتى العمرة ربنا يخليها حجة في شهر رمضان، لأنه شهر الخير، شهر الإحسان، شهر نزل فيه القرآن، وما نزل القرآن على شيء إلا حسنه. كل اللي نزل عليه القرآن رقاه القرآن. نزل به جبريل فكان خير الملائكة، ونزل على محمد فكان سيد الأولين والآخرين، ونزل في رمضان فكان خير الشهور، ونزل في ليلة القدر فكانت ليلة القدر خير من 1000 شهر. وخير من 1000 شهر دي لها عبرة وعظة. لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني إسرائيل
حمل السلاح على عاتقه 1000 شهر، بيجاهد 1000 شهر. فتمنى صلى الله عليه وسلم ذلك لأمته، فأعطاه الله ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي خير من حمل الإسرائيلي السلاح على عاتقه 1000 شهر. ليه؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. رمضان. ولذلك ربنا يقول لك كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. كل اللي تعمله في دنياك مأجور والحساب معروف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. شوف لما الكريم اللي هيديك، شوف لما أغنى الأغنياء الذي بيده ملكوت كل شيء يقول لك كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم، فوالذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. انتبه، لأن الصيام رياضة ربانية وتربية نورانية، والصوم طارد للشيطان. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع. اجعل أيامك كلها ذكر، في رمضان بالذات الأجر مضاعف والسيئة مضاعفة أيضا. انتبه، حاسب نفسك، يرجع المذنب لربنا، يمكن تبقى توبة نصوح وربنا يتوب عليه. وربنا بيفرح لما العبد بيرجع لربنا، ربنا بيفرح. يقول لك من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن تصرف بحولي ألنت له الحديد، ومن طلب رضاي أعطيته ما يريد. أهل ذكري أهل شكري، وأهل طاعتي أهل مغفرتي، وأهل معصيتي لا أقنطنهم من رحمتي. فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، وأنا الغفور الرحيم. رحمات. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر في يوم من الأيام، وعند الدرجة الأولى قال آمين، وعند الدرجة الثانية قال آمين، وعند الدرجة الثالثة قال آمين. فسألوه، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عينهم على رسول الله في أقواله وأفعاله وتقريراته. قالوا يا رسول الله أمنت ثلاثا، لما يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل عند الدرجة الأولى وقال يا محمد خاب وخسر يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر ولم يدخلاه الجنة. فقلت آمين. وعند الدرجة الثانية قال يا محمد خاب وخسر. قلت من يا جبريل؟ قال من ذكرت عنده يا محمد ولم يصلي عليك. فقلت آمين. وعند الدرجة الثالثة قال يا محمد خاب وخسر. قلت من يا جبريل؟ قال من أتى عليه رمضان ولم يغفر له. رمضان تتزين الجنة لأهل رمضان، وينادي الملك يا رضوان إني أخرجت الصائمين من قبورهم جائعين عطاشا فاستقبلهم بشهواتهم من الجنة. فيصيح رضوان خازن الجنة أيتها الغلمان والولدان عليكم بأطباق من نور وأكواب من نور
يجتمعون بالفاكهة والأطعمة اللذيذة ويستقبلون الصائمين والصائمات ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويقول صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان حي لا يموت. ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال التاجر